نخش بقى لحته الاوبن ريدايركت. الاوبن ريدايركت لطيفه جدا. يعني هي فكرتها ايه؟ ان انا اخلي الويب سايت اللي انا عليه ده يحولني على موقع تاني. يعني ايه؟ يعني انا يا محمد مثلا انا ابعت لك لينك من موقع فيسبوك، واول ما تفتح اللينك بتاع الفيسبوك ده يحولك على موقع مثلا اسمه فيسبوك مثلا دوت كوم، بس انا مغير فيه حرف. ليه؟ ممكن اطلب منك باسورد بتاعك، اليوزر نيم والباسورد الاثنين، اطلب منك شويه بيانات مثلا. انت ممكن ما تتوقعش ان هي مضره ليك، لان انا اللينك بالنسبه لك كان ظاهر قبل ما تدوس عليه ان هو فيسبوك. فاهم ازاي؟ مم. فلما جيت مثلا، حتى لو جيت تاخد بالك ان ال من الدومين فوق او كده، فيمكن تتلخبط بما ان هو مثلا شبه فيسبوك شويه في الكلمه او ايا يكن. طبعا ليها اتاكس تانية. ممكن تجيب من الاوبن دايركت دي اكس اس اس. دايركت دي بقى ليها كذا نوع، مش اسف، مش كذا نوع كاتاك، كذا نوع كباي باس، انك تقدر تعمل لها باي باس. طبعا احنا فاهمين فكره الباي باس، ان هو بيكون الديفلوبر حاطط امبلمنتيشن غلط، يعني حاطط حل غلط. فاهم؟ فانت عن طريقه تقدر تباي باس الايه، الموضوع ده. تعال نجرب بس كده، نفتح البراوزر. حته الاوبن ريدايركت دي، انت عندك كذا فكره في الباي باس. تعال الاول نتكلم عن البيزك اللي هي تعال نشرحها هنا. اللينك اللي انا هحطه هنا google.com، هو هيحولني عليه. ماشي؟ دي فيتشر الموقع حاططها، بس الموقع كان حاططها غلط. كان حاططها ازاي؟ ان هو بيحولك في حاجه انترنال، حاجه جوه. يعني مثلا لو عمل كده وقال لك بروفايل دوت بي اتش بي، هيحولك على ايه؟ على فايل او على البروفايل بتاعك في نفس الموقع. تمام؟ بس انا كواحد اتاكر بحاول اتست كل حاجه، فانا هنا هقوم جاي اعمل ايه كاتاكر؟ اروح حاطط لينك، مثلا لينك زي جوجل مثلا، انا عايز احط http google.com. ماشي؟ ده لينك. فلو في اوبن ريدايركت هيعمل ايه؟ هيوديني عند جوجل، صح كده؟ اه. نجرب ندوس نشغله. تمام، حولني على جوجل فعلا. فدي معناها ان فيها ايه؟ اوبن ريدايركت. طب ايه ممكن تاني اعمله من اوبن ريدايركت زي دي كده؟ في عندنا بروتوكول او ممكن سكيما، مش عارف بيقولوا عليها بروتوكول ولا سكيما، اسمه جافا سكريبت. ده بيتحط في البراوزرز عشان يكسكيوت ايه؟ جافا سكريبت. فممكن تجيب منه اكس اس اس. اكتر حاجه مشهوره في انك تعمل بي او سي للاكس اس هو انك تعمل اليرت مثلا. فاهم ازاي؟ دوكيومنت، خلينا اليرت مثلا ارقام واحد، مثال يعني. طبعا المفروض لو هي فولنربل للاوبن ريدايركت دايركتلي كده من غير اي فلترز او كده، هقدر اجيب منها اكس اس اس. رحت مثلا عامل كده. هو هنا بصوا يا جماعه عشان تبقوا فاهمين المشاكل اللي بتحصل دي. المودرن براوزرز اللي هي الابديتس الجديده اللي بتحصل في المتصفحات بقت تقفش الاتاكس اللي شبه دي. فاهمين ازاي؟ يعني ممكن لو لقى مثلا ان البتاع ده ممكن يبقى فيه اكس اس اس، ممكن يمنعه. اه. واصلاكوا المعلومه دي، لان فعلا في شويه بوليسيز جديده نزلت بتمنع شويه اتاكس في البراوزرز. بس ده مش معناه ان هي اختفت، لازم تجربها برضو. فهنا عشان كده هنا ما اشتغلتش ولا هنا اشتغلت. اتمنى تكون واصله المعلومه دي تمام، عشان لو قابلتكم مثلا في حاجه تبقوا فاهمين المشكله في ايه. نشوف بقى الكود بتاع اول مشكله معانا دي. الفاليو على طول، يعمل لك ريدايركت عليها. دي مشكله. ليه؟ زي ما اتفقنا ممكن احط اي لينك انا عايزه. في مشكله تانية ممكن تحصل، تعال نجربها هنا. احيانا الموقع مثلا انا والله حطيت له هنا كلمه تيست، او بلاش تيست، حطيت مثلا العلامه دي. ماشي؟ الطبيعي ان هو هيحولني على لوكال هوست داش تيست، اللي هو ايه؟ فايل موجود جوه الدومين ده. بس انا مم. لو رحت عامل حاجه شبه كده، مثلا رحت حاطط هنا دوت، ماشي، وراح هو مثلا حاططها هنا كده، فده انا عملت ايه؟ انا كده يعتبر غيرت الدومين. ليه؟ لان انا عملت مش فاكر كان اسمها ايه، تي ال دي ولا اخر جزء في الدومين. التي ال دي اهي، التوب ليفل دومين، هي اسمها كده التوب ليفل دومين، الجزء الاخير ده. طبعا انا هنا زي ما اتفقنا ان هو لو خد مني الفاليو زي كده وراح حاططها هنا كده، دي ما فيهاش مشكله. تمام؟ بس افرض انا رحت حاطط هنا دوت، راحت هنا محطوطه دوت كمان، فهنا انا عملت ايه؟ عملت مشكله في السنتكس بتاعها. يعني انا ممكن اخلي الجزء ده كله سب دومين. فاكرين انتوا فكره السب دومين صح؟ ان هو بقى جزء جوه موقع.
صح كده؟ تمام. معايا ولا تايهين؟ لا معاك. فاهمين الحته دي؟ بص لو انا مثلا رحت عامل هنا evil.com، عارف فكره الكونكاتينيشن؟ اه اللي ايوه هو ايوه. انا مثلا لو عندي string تيست ورحت عامل زائد تيست، هيبقى ايه؟ تيست تيست، تست. صح؟ هو هنا بيعمل كده. عمل ايه؟ كلمه فيسبوك، فيسبوك اهي، خد الكلمه فيسبوك وراح عامل حطها مع الكلمه اللي انا حاططها هنا، فهمت؟ فراح بقت ايه؟ راح جامعهم مع بعض، بقت فيسبوك دوت ايفل دوت كوم. اي حاجه قبل الدومين والتي ال دي ده بيتحسب على انها سب دومين. فانا هنا في الكيس التانية بتاعتنا، ودي ليها سيناريو يعني موجوده فعلا، اللي هي رقم 2، ان هو بياخد منك الفاليو هنا اهو، بياخد الفاليو اللي انت بتحطها بيعمل لها كونكاتينيشن او جمع مع الدومين التراستد بتاعه. لان هو مش يعني بص، هو كل الثغرات بيبقى مشكلتها ان الديفلوبر مش بيتوقع ان اليوزر ممكن يستخدمها بطريقه سيئه، فاهم؟ هو لما بيجي يبعت ريكوست ليها للاند بوينت دي، بيبعته بالشكل الصح اللي هو داش ويكتب اي مكان عايز يروح له، فاهم؟ ده هيوديه على الموقع نفسه. انما انا كاتكر لا، انا هلعب فيها وهقلبها هشقلبها. هو مش بيتوقع ده، فده بيؤدي المشاكل، فاهمين ازاي؟ فدي شكل المشكله التانية. لو جينا عملنا زي ما قلنا، عملناها كاو بي كده، اللي هو مثلا البارامتر المصاب اللي هو 2، ورحت عامل مثلا دوت ايفل دوت كوم، هيوديني على ايه؟ على ايفل دوت كوم. هنا بقى عندنا في حالة تالتة، ليها بقى كذا طريقة هنجربهم مع بعض. عندك انك ممكن يكون ان هو بيشترط عليك اول حاجة يكون عندك HTTP، تمام؟ يكون اول كلمة HTTP او HTTPS، ماشي؟ يعني لازم يكون البروتوكول ده موجود من الاخر. يعني مش هينفع الاتاك اللي احنا لسه عاملينه من شويه، فاكرينه؟ لو انا احط دوت ايفل دوت كوم مش هينفع خلاص، لان هو بيشترط عليك ان يكون في كلمه HTTP في الاول او HTTPS، ماشي؟ دي اول حاجه بيشترطها عليك. في حاجه تانية بيشترطها عليك، ان يكون الدومين بتاعك فيه كلمه جوجل دوت كوم. طب انا مثلا لو عملت تيست دوت جوجل دوت كوم، هتتقبل ولا لا؟ هتتقبل. طب لو شلت النقطه دي هتتقبل ولا لا؟ مش هتتقبل. ليه بقى؟ لان هو هنا عاملها كسب دومين. يعني بص، هو حاطط النقطه هنا، قال لك ان انا عايز يكون كلمه دوت جوجل دوت كوم كلها موجوده، يعني اي حاجه تحطها لي هنا لازم تحط لي سب دومين او الموقع الاساسي. بس هو كده في دماغه ان هو حلها. طبعا دي ليها باي باس. انتوا طبعا عارفين الداش دي، عارفين دي بتعمل ايه، صح؟ استنى هوري اكبر لك البتاعه تانية. مثلا ده موقع تيست دوت كوم مثلا، ورحت ايه؟ عامل، شايفين العلامه دي اللي هي اه. السلاش، ورحت عامل مثلا لوجن دوت بي اتش بي. دي بتقول لك افتح لي ملف اللوجن اللي موجود جوه الدومين ده. طب افرض انا حاولت استخدمها مع الموضوع ده، هو ما منعش البتاعه دي. فلو انا عملت ايفل دوت كوم ورحت عامل كده، هيحصل ايه؟ ده اكسبتد، لان هو لقى الكلمه اللي هو عايزها اهي دي، ولقى الكلمه اللي هو عايزها دي. طبعا دي لما دي تفتح هتفتح لي جوجل، فمفيش اوبن ريدايركت، لان جوجل ده بالنسبه له تراستد، هو الموقع بتاعه. طب انا عايز بقى اعمل انها اوبن ريدايركت، هو عايز الكلمات دي، صح؟ عايز الكلمه اللي هي من اول الدوت. فانا هاجي قبل الدوت وهعمل علامه سلاش. فانا هنا بقول له ايه؟ بقول له افتح لي الملف اللي اسمه دوت جوجل دوت كوم من الدومين اللي اسمه ايفل دوت كوم. هنا هيحصل ايه؟ لما يجي يفتحها، تعال نجرب كده نفتحها في البراوزر. لا تعال نقفل تاني دي ودي ودي ودي. هنفتحها هنا، هيحولني على ايه؟ على جوجل. بس ليه اداني ايرور؟ يعني هو اداني ايرور ما ليه؟ لان لقاش في هو ملف. حولني على ملف مش موجود. في طريقه تانية، في طريقه اسمها الهاش. عارفين الكومنت؟ صح مش كده؟ يعني عارفين ان انا مثلا في البي اتش بي لو عملت الهاش دي وكتبت اي كلام او اي كود، مش هيتعمل كانه مش موجود، لان في حاجه اسمها كومنت في البروجرامينج لانجويج. فانا هحاول استغل المعلومه دي او الفيتشر دي في نفس الفكره. يعني ايه؟ والله هو عايز الكلمه دي، صح؟ وعايز الكلمه دي، انا هعمل كومنت، انا هكتبها بس هعمل لها كومنت. طبعا انتوا فاهمين الفكره، اللي هو انا هكتب الحاجه بس هعمل لها كومنت، فهي مكتوبه بس ملهاش لازمه. فلما يجي يتشيك، والله دي موجوده، هيجي يحولني بقى ساعتها على الدومين. بص هيحولني على
ايه ده ما اتحولتش ليه؟ استنى كده. بصوا بقى يا جدعان عشان تبقوا فاهمين الحته دي. ما ينفعش تكتبها دايركت كده، خصوصا لما تكون في يو ار ال، يعني لازم تعمل لها انكود. ده اسمه يو ار ال انكودنج. تمام، ده اسمه يو ار ال انكودنج. لازم لما تيجي تحط سبيشال كاركتر في يو ار ال لازم تعمل لها انكودنج. لو جينا ساعتها فتحناها دلوقتي مثلا، نفتح صفحه جديده وجينا فتحناها، بص حولتني على ايفل من غير ما تعمل اي ايرور. بقى ده شكل الريكوست اللي انا رحت عليه. بص ده شكل الدومين اللي انا رحت عليه. فتح لي حطه دي اوتوماتيك، هو بيحطها، فاهم؟ مش شرط انت تحطها، هو البراوزر بيحطها اوتوماتيك. وراح عامل هاش للي بعدها. ليه؟ عشان اتجنب الايرور. بس احنا مش عاملينها عشان نتجنب الايرور، احنا بس بنحط في دماغنا كيس ان هو مانع الايه، السلاش. جميل كده. طبعا في ايه تاني غير الهاش ممكن اعمله؟ افرض هو مانع الهاش ومانع السلاش اللي هي دي، ممكن نحط ايه؟ نحطها باك سلاش بالعكس. اليو ار ال او البراوزر لما بتحط له باك سلاش بالعكس بيحولها اوتوماتيك هو لسلاش. خلينا مثلا لو جينا رحنا على تاني فتحناها تاني، بص حول، بس طبعا بقى تظهر الايرور اللي احنا اتكلمنا عنه، بس مش هيفرق معانا طالما اتحول خلاص هو اوتوماتيك. بص راح محولها للشكل ده، مع ان انا حاططها باك سلاش هو حولها لسلاش عاديه. في بقى فكره كمان اقول لك هي، بس اظن هتبقى دي افضل يعني. الفكره الثالثه دي مالهاش علاقه بيهم قوي، بس هي فكرتها ان انت ما بتحطش دول. احيانا بيكون عندك السلاش دي ممنوعه دي، فانت ممكن تشيلها كده. هتقولي ده هينفع؟ هقول لك ده بينفع. فاهم؟ يعني انا لو رحت مثلا عملت فتحت الريكوست ده اهو، بص شايف كده اللينك كده ما فيهوش السلاش، بس انا مم. هحاول افتحه من غير السلاش وهيفتح عادي. تمام، فده شكل من تمام. اشكالها. بس كده، دي فكره الاوبن ريدايركت.